فاضل اقل من شهر على امتحانات تالتة اعدادي وما تعرفش حاجة عن منهجك او مش عارف تلم المنهج ازاي ومش متخيل ازاي الامتحانات جت بالسرعة دي وانت لسه ما تعرفش حاجة. تعال اقولك بقى على الخطة اللي لو مشيت عليها وانت الزيرو ولسه ما بدأتش هتلم المنهج وهتجيب المجموعة اللي نفسك فيه من غير ما تقعد تذاكر 8 ساعات في اليوم. عايزه اقولك ان الفيديو ده مش فيديو انت متوقعه هيخليك تنجح عادي كده وخلاص، لا ده هيخليك تجيب المجموع اللي انت مش متوقعه وما كنتش مستني انك تجيبه اصلا. وكل ده كمان عن طريق خطه انا جايه اقولك الخطه دي متجربه. كل السنين اللي فاتت كنت دايما بقول الخطه دي لطلاب ثالثه اعدادي وكانوا بينجحوا وبيدعوا لي بيجيبوا المجموع اللي نفسهم فيه، وكل ده كوم وكانوا بيدخلوا الامتحان وهم مش قلقانين وكمان مطمنين وحاطين زي ما بيقولوا كده في بطنهم بطيخه صيفي عشان هم عارفين ان هم هيجيبوا احسن من التقدير اللي هم كانوا عايزينه. اهلا بيكم يا بنات يا شباب، الفيديو ده للبنات والولاد اللي في ثالثه اعدادي اللي قلقانين وخايفين وحاسين ان خلاص الوقت ضيق وان هم مضغوطين وخايفين ما يجيبوش التقدير اللي نفسهم فيه، وفي بقى فلان بيقول لهم شوف ابن عمتك وابن خالتك ومين جاب ومين سوى وبيقارنوهم بناس تانية وما عندهمش ثقه، وفي الناس اللي ما كانوش بداوا مذاكره اصلا، وفي الناس اللي كانوا بيذاكروا بس هم حاسين ان هم ناسيين المنهج خالص، وفي الناس اللي كانوا بيذاكروا بس هم دايما بيحسوا ان هم مش مذاكرين حاجه ومش بيعرفوا يحلوا حاجه. الفيديو ده لكل طلاب تالتة اعدادي، بدأت مذاكرة او ما بدأتش، لميت المنهج او لا، خلصت او لا، الفيديو ده هيفيدك بنسبة 100%. ركز من اول دقيقة لاخر دقيقة كده. ولو انت مش متابعني احب اقولك ان انا عبير جمال، ودي القناة موجودة من 2018 بتكلم معاكم عن محتوى خاص بتالتة اعدادي في كل سنة بتدعولي، وخصوصا قبل امتحانات الترم الاول او الترم التاني. فركزوا معايا كده الله يرضى عليكم، وهاتوا المشروب بتاعكم وورقة وقلم جميلة. عايزاك تتفرج الفيديو ده واعصابك هاديه، اتفرج الفيديو ده وانت مفيش اي مشتتات حواليك، او خد بعضك كده واتفرج عليه في جنب عشان تركز في كل كلمه هقولها. مش عايزاك تقلق، لسه في وقت والله العظيم. عارفين مقوله طول ما الامتحان مش بكره احنا لسه بدري؟ طول ما امتحانك مش بكره انت هتعرف تقفل الماده. تعال اقول لك بقى ازاي. هكلمك عن تجارب واقعيه وهكلمك عن تجربتي الشخصيه، والناس اللي هتقول لي يعني انت جبتي المجموع ده او انا جبت مجموع تحفه في ثالثه اعدادي هقوله لكم في اخر الفيديو. طيب ركزوا بقى معايا دلوقتي علشان هو الوقت مش ضيق، بس احنا لازم ال 30 يوم دول نستغلهم صح. اكتبوا لي اصلا انتوا بتشوفوا الفيديو ده وفاضل على الامتحان كام يوم. انا المفروض بصوره قبل امتحاناتكم ب 30 يوم، بتشوفوه بقى قبلها باسبوع اسبوعين ثلاثه. انا هتكلم على الخطه الاساسيه اللي هتمشوا عليها ايا يكن بتشوفوا الفيديو ده في انهي يوم قبل الامتحان، وباذن الله هعمل لكم فيديو تاني قبل امتحاناتكم هيبقى فيه بقى نلم المنهج في اقل من اسبوع. اول حاجه عايزاك تعرفها انك مش فكره انك مش بتذاكر او مش بتعرف تذاكر او مش بتعرف تحفظ، لا هي مشكله هنا ان انت ما بتعرفش تذاكر صح ازاي. عايزه اقول لك ان في ناس بتذاكر 6 و7 ساعات وفي الاخر بيدخلوا الامتحان بيسقطوا، وانا مش قصدي احبطك، انا بس بعرفك ان في ناس كده. وفي ناس تانية بتذاكر ساعه ساعتين في اليوم بس وبتخش الامتحان تقفله او تجيب درجه عاليه جدا. الفرق هنا ما بين ده وما بين ده عارف يقسم وقته ازاي وعارف ايه الوقت اللي مناسب يذاكر فيه. ملوش لازمه تماما انك تبقى قاعد 6 و7 ساعات على الكتاب بتاعك او على الملزمه بتاعتك ومش مركز او متضايق او بتفكر في حاجات كتير. لكن لو قعدت تذاكر ساعه او ساعتين بتركيز قوي اول ما تصحى من النوم او في الوقت اللي انت مودك رايق فيه ودماغك ما فيهاش حاجه، صدقني دول الساعتين يعني كفيله جدا ان هي تخليك تحس انك ذاكرت 8 ساعات. الفكره هنا انك بس تختار الوقت المناسب اللي تذاكر فيه، ودي اهم نقطه لازم تكتبها عندك. ولازم دايما تخلي نفسك اول ما تصحى من النوم وتصلي وتعمل كوبايه المشروب بتاعتك تبدا مذاكره ودماغك لسه صاحيه. بلاش تذاكر قبل ما تنام بساعه او ساعتين لان الوقت ده دماغك بتبقى فاصله وبتبقى عايز تنجز كده عشان تمسك التليفون. ابدا مذاكره دايما في اول يومك، ده بيخليك بقيه اليوم تبقى مرتاح ودماغك فاضيه وتقدر تلعب براحتك. انا بقى دلوقتي هقول لك على خطه عايزاك تمشي عليها. احنا دلوقتي عندنا 30 يوم، في ال 30 يوم انت هتقسمهم ل 20 يوم، وبعد كده هعمل لك فيديو تاني في خلال الاسبوعين اللي جايين تعرف تعمل فيهم ايه في اخر 10 ايام. في اول 20 يوم انا عايزاك كل يوم تاخد مادتين، وكل ماده تذاكرها ساعه ساعه ونص ساعتين بالكتير قوي. يعني مش عايزاك في يومك تذاكر اكتر من 4 ساعات. ليه يا عبير بتقولي كده؟ لان دماغ الواحد وانا بتكلم كل واحد عنده طاقه، كل واحد عنده يعني قدره استيعاب، بس انا شايفه ان 4 ساعات تقسمهم على
مادتين كفاية جدا، ولازم ما بين كل مادة والتانية تاخد بريك حتى ولو 10 دقايق. ولازم تقسم طريقة مذاكرتك بطريقة البومودورو، انا عايزاك كل ما تذاكر 40 دقيقة تاخد بريك على الاقل 5 دقايق 6 دقايق كده تفصل فيهم. واوعك في الوقت بتاع البريك ده انك تعمل حاجة مشتتة، يعني ولا تفتح حلقة مسلسل ولا تكلم حد من صحابك. انا مش عايزاك تضيع وقت، عايزاك تروح تاكل حاجة خفيفة، حاجة مسكرة، تعمل حاجة تشربها، تصلي ركعتين، تفصل دماغك، ما تعملش حاجة، تتمشى في الشقة شوية. مش عايزاك تعمل حاجة تشتت عقلك عشان ترجع لمود المذاكرة تاني وتبقى بنفس الانتاجية، وانك تقدر تركز يعني كويس قوي في المواد اللي انت بتذاكرها. بعد كده في ال20 يوم يوميا انت عندك 7 ايام وانت عندك اصلا 5 مواد اساسية. يعني انت لو كل يوم بتاخد مادتين، انت في الاسبوع كده انت خلصت تقريبا المواد مرتين. النهاردة مادتين، بكرة مادتين، بعده مادتين، انت كده معاك 6 مواد وانت اصلا معاك 5. هتقسم ال3 ايام التانية بتاعت الاسبوع، هتخلي يوم بريك سي مثلا الجمعة ده انت مش هتذاكر فيه اصلا، انت هتقعد تحل فيه شوية كده تمارين على كل الحاجات اللي ذاكرتها على مدار الاسبوع. انت ليك حرية الاختيار بقى، يا عبير انا هذاكر مادة واحدة في اليوم وهقسم المواد على 5 ايام، تمام. هتذاكر مادتين في اليوم، هتلاقي نفسك مخلصهم في 3 ايام ومعاك 4 ايام تانية في الاسبوع تحل فيهم وتتمرقع فيهم براحتك. عايزه اقول لك بقى على نقطه بيقع فيها اغلب طلاب تالتة اعدادي، وانا ايامكم كمان كنت بعمل كده. انك تكون في ماده مش بتحبها، مثلا الانجليزي، وتقول هبقى المها بعدين، لسه معايا فتره، لسه معايا وقت. لا، ده انا عايزاك تبدا كل يوم تحط الماده اللي انت مش بتحبها. مش بتحب العلوم، مش بتحب الدراسات، اكتب لي تحت في الكومنت او اكتبي لي دلوقتي في الكومنتس ايه اكتر ماده بتخافي منها مش بتحبيها، وانا هرد عليكي بنفسي واقول لك تذاكريها وتقسميها ازاي. طيب دلوقتي احنا مش بنحب الانجليزي، انت عندك 5 مواد، كل يوم هتاخد فيه ماده هتحط فيه الانجليزي. يعني قسم المواد بتاعتك على 5 ايام، ومع كل ماده بتذاكر عربي حط معاه انجليزي، بتذاكر دراسات حط معاه انجليزي، لغايه ما هتلاقي نفسك في خلال ال20 يوم دول الانجليزي معاك بقى سهل جدا. انا بقى دلوقتي قلت هلمها بعدين، هيجي بكره، هيجي بعده، هيجي بعده، هلاقي نفسي بذاكر المواد اللي انا بحبها وبسيب المواد اللي انا مش بحبها. فاوعك تعمل الغلطه دي، لانك لو وقعت فيها الغلطه دي هتاثر في المواد الاساسيه بتاعتك، فبالتالي هتاثر في مجموعك، فانت كده حرام عليك ضيعت درجات، وانت كان معاك فتره طويله قوي اصلا انك تذاكر فيها وتراجع وتحل كمان. انا بقى اقول لك على احسن واسرع طريقه انا بذاكر بيها تقريبا من وانا في اعدادي لغايه ما اتخرجت من الجامعه. الطريقه دي انا عايزه اقول لكم ان انا كاتباها لكم هنا بس علشان خاطر اراجع معاكم الستيب باي ستيب كده. اول حاجه انا بقرا الدرس بسرعه. يعني انت عندك درس دلوقتي، مش لازم تحفظ، مش لازم تفهم، اقرا الدرس كده بهدوء بالراحه اكنك بتقرا كتاب. واوعك تعتبر ان دي مذاكره، اعتبر ان ده كتاب، اعتبر ان دي قصه بتقراها، اعتبر ان ده بوست على فيسبوك او على انستجرام او على يوتيوب. ما تاخدش الموضوع بصعوبه وان انت يعني بتذاكر وانت متضايق، لا، اقرا الدرس بكل بساطه. تاني حاجة افهم الفكرة الأساسية، يعني افهم الدرس ده فكرته ايه، اذا كان بقى حاجة نظري او عملي. تالت حاجة ابدأ ان انت بعد خلاص ما انت قريت وفهمت حل واغلط عادي، حل وما تعرفش الحل ودور عليه. بس انا عايزاك تشوف شكل الاسئله وتتدرب على الاسئله كتير، علشان في ناس كتير قوي فاهمه الماده بس ما بتعرفش تحل عليها. قصاد كده في ناس بتعرف تحل بسرعه من غير ما تبقى صمه الكتاب، لا انت بتعرف كده بالفهم اللي انت فهمته من قرايتك للدرس انك تعرف تحل. يا جماعه انا جايه لكم من المستقبل وبقول لكم اهو ان الحل اللي بيثبت المعلومه. اوعى تفتكر ان انت لما تقعد تذاكر كتير قوي انت كده هتروح تعرف تحل في الامتحان. انت لو متدرب على الحل كتير وبتشوف اسئله امتحانات كتير وبتحل على كل درس، انت اضمن لك انك تعرف تقفل الامتحان اكتر من اللي بيذاكر بس من غير حل خالص. ودي نفس الحاجه اللي انا طول حياتي بعملها في الجامعه، واتخرجت الحمد لله بتقدير يعني الحمد لله امتياز. نصيحه هديها لك، اعمل تو دو ليست يوميا. ابدا يومك كده اعمل تو دو ليست. هصحى من النوم الساعه 7، هصلي، بعد كده هعمل حاجه اشربها الساعه 10، بعد كده هبدا مذاكره من 10 ل 11 ونص، هاخد بريك 5 دقايق، هصلي الظهر لما يأذن، هكمل مذاكره ماده تانية. اعمل تو دو ليست، وكل حاجه تخلصها اعمل عليها صح، لان ده بيحسسك بالانجاز وبيخليك عندك انتاجيه اكتر. لو جيت تبص عليها، بدات مذاكره يعني مش لازم تصحى 7، بدات صحيت 8، صحيت 9، بدات مذاكره الساعه 10، 11 ونص خلصت اول ماده وخدت بريك، بدات تذاكر تاني ماده من الساعه 12 ونص لغايه الساعه 2.
بس كده، الموضوع مش معقد. خلصت مذاكره مادتين وقسمت ساعه كامله للمذاكره ونص ساعه للحل، انت كده والله العظيم على اخر الشهر ده هتبقى مخلص يعني المنهج كله وحالل عليه. لو انت وصلت للجزء ده او وصلتي للجزء ده من الفيديو ولسه ما قفلتهوش، فصدقيني يعني انت باذن الله كده ربنا هيكرمك وهتجيبي 100 من 100. عايزاكي تكتبي لي في الكومنت دلوقتي وصلتي للدقيقه دي يا عبير، واحنا لسه متابعين معاكي الفيديو لحد دلوقتي. تعالوا دلوقتي اخر حاجه هننهي بيها الفيديو، ان انا عايزه اكلمكم على شويه اخطاء جمعتها لكم. الاخطاء دي بنعملها دايما وهي اللي بتوقعنا. اول حاجه ان احنا نذاكر والموبايل جنبنا. ابعدي عن المشتتات، حطي جنبك منبه يعني تايمر، ولا انك تحطي التليفون جنبك. اقفلي التليفون تماما وما تشتتيش عقلك. اي حاجه فيها كهرباء كده جنبك شيليها. تاني حاجه بتقعدي تاجلي وتقولي انا هبدا بكره، انا مش بحب الماده دي هاجلها الاسبوع الجاي، انا النهارده مكسله مش هروح الدرس. ده اكبر غلط بنعمله وهو التاجيل كتير. تالت حاجة غلط بتعمليها وهي انك بتقعدي تذاكري 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 ومش بتحلي، وده النقطة وضحتها لكم وقلت لكم ليه لازم نحل. ده اللي بيساعدنا نعرف نحل في الامتحان. رابع حاجة وهي انك بتخافي، يعني بتخافي دايما ان اللي هو انا مش مذاكره كتير، انا مش مذاكره كويس. لا، اكتفي بالقدر اللي انت حاطاه لنفسك في المذاكره وكملي على اليوم اللي بعده. لان كل ما الواحد بيكون خايف وحاسس انه مش بيذاكر فعلا بيروح الامتحان وبيبقى قلقان ومتوتر وما بيعرفش يحل. ما تحسسيش بنفسك بكده. انت تكوني عارفه ان الخوف ده شيء طبيعي، بس لو الخوف ده اتقلب لعائق ان هو يخليكي مش عارفه تركزي او مش عارفه تحلي، اعرفي ان ده كده خوف زياده. انت خايفه يعني بزياده على الفاضي. انت لسه معاكي شهر تلم المنهج ولسه معاك شهر تلم المنهج وبس كده. دي النصايح اللي كنت حابه اقولها لكم، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لكم فيه على الخطه اللي تعملوها في اخر اسبوعين قبل الامتحانات. ولو انتوا وصلتوا الحته دي من الفيديو فانا ببعت لكم بوستين كده وبحبكم قوي قوي قوي. واكتبوا دعوات كتير كده في الكومنتس كده، ربنا يا رب يوفقكم. واي ماده بتكرهوها او مش بتعرفوا تذاكروها اكتبوها لي برضو في الكومنتس، وان شاء الله هجاوب على اكبر قدر من الكومنتس. سلام.